هو فكره انه لازم يكون في كوكب ثاني بديل. غريب وعميق تفكيره. وفعليا مع بداية ال2000 شركة تسلا كانت موجودة بالفعل، كانوا قاعدين يصنعوا السيارات الكهربائية واللي هي تسلا. وهون إيلون ماسك يحكي انه كان هدفه الاول من شركة تسلا انه كل السيارات بالعالم تتحول لسيارات كهربائية عشان يبدوا بعصر جديد ومتطور يكون مختلف عن عصر التلوث السابق. فعليا هذا اللي احنا فيه حاليا. انا قاعد احكي لك عن فكره بسنة ال2000. في هون نقطة كثير مهمة. إيلون ماسك لما عمل السيارات الكهربائية كان بإمكانه ياخذ حقوق عليها ويمنع تصنيعها بالعالم، فقط يكون هو الوحيد اللي يقدر يصنعها لمدة 25 سنة. ولكن الصدمة والغريب انه إيلون ماسك ما عمل هذا الاشي. So if somebody comes and makes a better electric car than Tesla, it's so much better than ours that we can't sell our cars and we go bankrupt, I still think that's a good thing for the world. انه انا ما بدي تكون الحقوق فقط الي اني اصنع سيارات كهربائيه، لانه انا بدي الكل يصنعها وخلي اي شخص يقدر يصنع سياره كهربائيه. الاهم انه كل السيارات بالمستقبل تكون سيارات كهربائيه وتكون سيارات صديقه للبيئه. وفعليا بعد تضحيات والشغل على شركته صارت شركه تسلا واحده من اكثر الشركات بالعالم قيمه، تفوقت على كل شركات السيارات بفتره زمنيه قياسيه. قلت لكم قبل شوي انه إيلون ماسك ما كان حامي حقوقه. مو بس هيك عزيزي المشاهد، إيلون ماسك كان حاط تقنياته مفتوحه المصدر، يعني طريقة صنع السيارة الكهربائية كان حاطها على الموقع، وعادي أي شركة تقدر تشوف طريقة صنع السيارات الكهربائية وتروح تصنع زيها وبدون أي مشاكل. وهذا أحد أسباب تعدد وتنوع الشركات اللي تصنع سيارات الكهرباء بوقتنا الحالي. غريب جدا هذا الشخص، معقولة كل إشي يعمله فعلا لصالح البشرية؟ يعني قاعد يخلي البشرية أولوية أكثر من مصلحته الشخصية. غريب جدا، راح نكتشف هذا الإشي قدام شوي. المهم إيلون ماسك يحكي بأثناء نجاح شركة تسلا، شركة سبيس إكس على وشك إنها توقف. For SpaceX, the first 3 launches failed. Just barely able to scrape together enough parts and money to do the 4th launch. ليش؟ لأنها قاعد تفشل فشل شنيع. عملوا 3 إطلاقات لصواريخ عشان يودوها للفضاء أو للكواكب الأخرى وكلها كانت تفشل. يقول كان الصاروخ الواحد يكلفهم ملايين الدولارات حتى يصنعوه، ولكن ما استسلم إيلون ماسك. كان يحكي إنه راح أظل أحاول لما تضبط معي حتى لو بعد 10 سنين. فعليا عمل المحاولة الرابعة والخامسة لبين ما نجحت معه. فعليا بعد المحاولات الفاشلة هاي كلها، إيلون ماسك قدر إنه يصنع صاروخ يقدر يتحكم فيه وقابل لإعادة الاستخدام. يعني يطلق الصاروخ للفضاء ويخلي الصاروخ نفسه يرجع مكانه يستخدمه مرة ثانية. هاي كانت طفرة بعالم الصواريخ، كان لأول مرة يصير هذا الاشي. لا مو بس هيك، إيلون ماسك صار ياخذ الناس رحلات للفضاء. تخيل يعني انت حاب تروح على الفضاء، تعال حق التذكرة 200,000 دولار ادفعها وانا اقدر اخليك تطلع رحلة للفضاء. حرفيا احلام طفولته كلها صارت واقع. لا ومو بس هيك، إيلون ماسك ما اكتفى بهذا الحد. إيلون ماسك صار يقدر يصنع صواريخ حديثة وذكية ويقدروا يستخدموها بالحروب. وحكاها ترامب بآخر لقاء له انه إيلون ماسك يحكي معه ويقول له صنعت صاروخ ينزل بشكل مستقيم وبشكل غريب، وصاروخ حديث من نوعه ما حدا صنع منه بالعالم كله. تخيل قوة هذا الشخص. طبعا لسه احنا ما حكينا عن منصة تويتر. على بالك اكتفى إيلون ماسك؟ لا يا عزيزي المشاهد، إيلون ماسك قرر انه يرسل عشرات الأقمار الصناعية على الفضاء عشان يصير بث انترنت لكل العالم وانت ببيتك وبدون اي اسلاك، فقط اشتراك من موقع سبيس اكس ويوصلك الانترنت من القمر الصناعي. وهذا الاشي فعليا صار موجود. ومو بس هيك، كمان في اقمار صناعية عسكرية مطلقها للفضاء، هاي بس للبنتاغون الامريكي حاطها. عزيزي وعزيزتي المشاهد، انت متخيلين قد ايه نفوذ هذا الشخص بعد الاشياء هاي اللي عملها، وقد ايه ممكن يأثر على العالم كله بالمستقبل؟ هذا البني ادم تصورين شو ممكن يعمل؟ طبعا لسه في شركات مستقبلية قاعد يشتغل عليها كثيرة، من ضمنهم شركة اسمها The Boring Company. هاي الشركة قاعدة تحاول انها تحدث ثورة بحركة المرور بالعالم، واللي هي من خلال انهم يبنوا انفاق، وهاي الانفاق تكون طويلة وذكية بنفس الوقت. وبعدها قرر انه ينتج مسدسات بدل ما تطلق طلقات تطلق لهب. قرر بعدها كمان انه ينتج عطور، وهاي العطور ريحتها مش ريحة طبيعية، لا ريحتها شعر محروق. لا ومش شعر حيوان او شعر كائن، لا شعر بشري محروق.
والله ما امزح، هاي منتجات عملها وصار يبيعها. هذا نفس الشخص اللي بده يحافظ على البيئة وينقذ البشرية. عقلية هذا الانسان غريبة. كل شخص عمل معه لقاء او تكلم معه يحكي لك شخص غير مفهوم ابدا، صعب انك تفهمه، ومع ذلك كل الناس تحبه، كل الناس تتمنى تصير زيه. على بالكم اكتفى ايلون ماسك بهاي الاشياء وال 280 مليار اللي معه؟ لا يا عزيزي المشاهد. ايلون ماسك بدأ ببناء شركة نيورولينك. هاي الشركة اللي يقال انه هدفها انها تصنع اجهزة يتم زراعتها بالدماغ عشان تحل بعض المشاكل العصبية اللي موجودة عند الناس. انا مو فاهم الاشي اللي حيوصل له هذا الانسان. تخيل شريحة الكترونية تزرعها على دماغك تخليك تتحكم باعضاء جسمك، بنفس الوقت تتحكم بجهاز الكمبيوتر تاعك، غير ال 6000 قمر صناعي اللي نشرهم يدوروا حوالين الارض. هذول زي ما حكيت لكم بس عشان يوفروا انترنت للعالم. طيب تعرفوا شركة اوبن اي اي؟ هاي الشركة اللي فجرت الدنيا بال 2015 وحاليا قاعد تدمر الدنيا بالاشياء المجنونة اللي تعملها او اللي قاعد يعملها الذكاء الاصطناعي. Over 92% of Fortune 500 companies building on our products. And we have about 100 million weekly active users now on ChatGPT. إيلون ماسك كان أحد مؤسسي شركة أوبن اي اي، كان أحد مؤسسين تشات جي بي تي، ولكن ما طول بشركة أوبن اي اي لأنه ما عجبه الوضع فيها، وصار خلافات بينه وبين زملائه بالشركة، تركها وعمل مكانها شركة اسمها اكس اي اي. يا أخي ليش هذا الشخص يحب الحرف اكس؟ تخيلوا معلومة راح أصدمكم فيها، إنه أحد أبنائه اسمه اكس. والله ما أمزح، في أحد أبنائه اسمه اكس 17، هيك اكس أرقام، اكس أحرف، غريب. وطبعا إذا ملاحظين كل شركات إيلون ماسك تعتمد على العمل الجماعي وعلى الفيزياء والافكار المجنونه، ورغم كل هذا اغلبهن اذا مو كلهن ناجحات. وبعد ما بنى ايلون ماسك كل هاي الشركات اللي تجاوزت كل الحدود الماليه الامكانيات البشريه كلها، حط ايلون ماسك هدف جديد بين عيونه وقرر انه يشتري شركه تويتر او شركه اكس حاليا، واشتراها بمبلغ 44 مليار دولار. الرقم تتعب وانت تحكيه قد ما هو كبير. طب ليش ايلون ماسك قرر انه يشتري اكس او تويتر؟ طبعا ايلون ماسك نفسه باحد مقابلاته وقال انه السبب الاول لشراء تويتر انه يعتقد انه تويتر عنده القدره انه يكون منصه لحريه التعبير بكل العالم. Free speech, free speech. ويحكي انه حريه التعبير ضروريه لمجتمع ديمقراطي، وخاصه انه حريه التعبير مقيده بكل المنصات الثانيه، عشان تكون هي المنصه الوحيده اللي فيها حريه تعبير زي ما بدك. هو قرر يشتريها، وفعلا بعد ما اشتراها حط قوانين جديده بالمنصه، ورجع حسابات ناس كانت متسكره بالمنصه، كان ممنوع انهم يستخدموا تويتر مثل ترامب، وآلاف الموظفين بتويتر بطلوا يشتغلوا فيها واستقالوا. تخيلوا انه اكثر من نص موظفين الشركة واللي يقدر عددهم 7000 موظف تم طردهم او انهاء خدماتهم من الشركة. هذا الكلام اول ما استلم ايلون ماسك فقط. طبعا انت ممكن يخطر ببالك سؤال عزيزي المشاهد، انه معقول يا مهند شخص يشتري منصة قيمة 44 مليار دولار بس عشان يوفر للناس حرية تعبير، او عشان المجتمع ما يتقيد فكريا؟ منصة تعتبر اكثر منصة يعني فيها تعبير وتواصل بين الناس، يعني الموضوع غير منطقي. فهون اجاني فضول اني ابحث هل معقوله فعلا كلامه صادق فيه ايلون ماسك. الصدمه انه بعد ما بحثت ودرست اكتشفت انه حسابات اللي تم تقييدها بعد ما استلم ايلون ماسك المنصه اكثر بكثير من السنين اللي كانت قبل ما يستلم ايلون ماسك المنصه او قبل ما يشتريها. يعني لما اشترى ايلون ماسك المنصه صار في تقييد فيها تقريبا الضعف. هذا الاشي كذب ايلون ماسك بالاشي اللي حكاه انه اشترى المنصه عشان يوفر حريه تعبير للناس. لا ومو بس هيك، ايلون ماسك باحد الايام نشر تغريده على تويتر وكان التفاعل عليها اقل من التفاعل على تغريده جو بايدن اللي هو رئيس امريكا حاليا. وهون ايلون ماسك ما عجبه الوضع، انه كيف انا صاحب المنصه تفاعل عندي اقل من جو بايدن. قرر هون انه يوظف 80 مهندس بس عشان يعيدوا بناء الخوارزميه على حسابه، عشان لما ينشر اي شيء يوصل للعالم كله على المنصه باسرع ما يكون. فعليا هذا الاشي اللي صار بعد كم شهر من شرائه للمنصه. قوه الخوارزميه بحساب ايلون ماسك رهيبه، يعني عادي ب4 ساعات تلاقي 50-70 مليون شخص شاف التغريده. يعني انت متصور كميه تاثير هذا البني ادم على العالم؟ ببساطه مثلا ترامب صديقه وبده ينشر اشي ترامب، يقدر يخلي هاي التغريده توصل للعالم كله بدون استثناء. بصراحه قد ما حاولت افهم عقليته او افهم الاشي اللي بده يوصل له هذا البني ادم ما قدرت. يعني اغلب الاوقات تشوف انسان طيب لطيف يحب كل الخير للبشريه، بعض الاوقات تشوفه انسان شرير ممكن يدمر كوكب الارض بثواني.
واتوقع بهيك يكون انتهى مقطعنا اليوم. اتمنى انكم تقدروا التعب والجهد اللي بذلته بهذا المقطع، من بحث لمونتاج لكل اشي. تدعمونا بضغطكم على زر اللايك والاشتراك. حسابات التواصل الاجتماعي كلها موجوده بالوصف اذا تحب تتواصل معي. اترككم بحفظ الرحمن من المقطع الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.